السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم إلى الطبعة الأولى. بداية الجولة الصحفية نستهلها من العاصمة الفرنسية باريس، حيث سلطت لو باريزيان الضوء على صفقة انتقال الدولي الألماني يوران دراكسلر إلى صفوف باريس سان جيرمان. الصحيفة الفرنسية قالت أن نجم فولفسبورغ بات ثالث لاعب ألماني في التاريخ يرتدي قميص نادي عاصمة الأنوار بعد كريستيان يورنس خلال موسم 98-99، ثم الحارس كيفن ترام الذي انضم في صيف 2015. لو باريزيان تابعت أن دراكسلر الذي تكون في شالكي سيخوض أول تجربة له خارج ألمانيا، حيث سيجد نفسه مع ناد يخوض طموحات أوروبية في مواجهة العملاق الإسباني برشلونة في الشامبيونز ليج. أما على الصعيد المحلي فإن مهمة دراكسلر تكمن في تقديم الإضافة الناجعة للبي اس جي في النصف الثاني من الموسم حتى يحافظ الباريسيون على لقبهم في الليغ آ. نبقى بين أعمدة الصحافة الفرنسية، وهذه المرة مع صحيفة ليكيب الفرنسية، حيث عنونت دي ماريا الفرضية الصينية. عنوان له دلائل عدة بخصوص فرضية انتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الصيني الذي أظهر في الآونة الأخيرة نهمه الشديد في انتداب أكبر الأسماء الرياضية في عالم كرة القدم. وجاء في المقال أن العلاقة الفاترة في الآونة الأخيرة بين دي ماريا ومدربه أوناي أميري قد تجعل الأرجنتيني لقمة سائغة لدى التنين الصيني. ويعيش دي ماريا موسما متذبذبا مع النادي الباريسي، حيث سجل 3 أهداف فقط مقابل 9 أهداف سجلها الموسم الماضي. وذكرت ليكيب أن خورخي مينديش وكيل أعمال دي ماريا بدأ مفاوضاته مع أحد الأندية الصينية دون ذكر اسمه. وأشارت الصحيفة إلى إمكانية نجاح هذه المفاوضات. إلى الصحافة الإسبانية الآن، حيث تخبرنا موندو ديبورتيفو موهبة جزائرية تشغل بال زيدان. وبين سطورها كشفت اليومية الكتالونية أن زيدان رسم ملامح صفقات الفريق بعد تخفيض العقوبة الموقعة على النادي الملكي بقرار من المحكمة الرياضية الدولية الأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن المدير الفني لريال مدريد يرغب في ضم الجزائري فوزي غلام ظهير أيسر نابولي لتدعيم هذا المركز بصفوف الملكي في ظل عدم وجود بديل قوي للبرازيلي مارسيلو. وأكدت الصحيفة أن زيدان لا يقتنع بقدرات فابيو كونتراو الذي عاد مجددا إلى الفريق مطلع الموسم الجاري بعد إعارته لصفوف موناكو الفرنسي، ولم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية. صحيفة الديل ستار البريطانية ذكرت قراءها بأفضل لاعب زامل جون تيري في المستطيل الأخضر. ونقلت اليومية تأكيد جون تيري لاعب وقائد نادي تشيلسي الإنجليزي أن مواطنه وزميله السابق في الفريق فرانك لامبارد هو أفضل لاعب زامله طوال مسيرته. وقال تيري خلال تصريحات نقلتها صحيفة الديل ستار: ليس صدفة ما وصل له لامبارد بتسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف، إنه العمل والجهد. وتابع: لقد كان أفضل مدرب ولاعب لعبت معه، كان واحدا من الأشخاص الذين عندما تعاني وتريد شخصا يمنحك الروح والأمل تذهب إليه. من الصحافة الأجنبية ننتقل وإياكم إلى أبرز ما جاء في الصحافة العربية. وفي المغرب نطالع في سبورت: الوداد يكسر العقدة ويهزم الفتح في قلب العاصمة. وفي التفاصيل كتبت اليومية: فريق الوداد تمكن من انتزاع انتصار مهم أمام مضيف الفتح الرباطي بهدفين مقابل هدف واحد. وتابعت سبورت: فرض المضيف سيطرته في الشوط الأول، غير أن محاولاته صدمت بتألق بدر الدين بن عاشور حارس مرمى الوداد. وفي الفترة الثانية تغيرت الصورة، حيث تميزت بتحرك الآلة الهجومية الحمراء والتي زارت شباك الفتحاويين في مناسبتين. أما أصحاب الأرض فقد اكتفوا بتقليص الفارق في الدقائق الأخيرة ليكسر بذلك الوداد عقدة التعادلات التي لازمته خلال المباريات الأخيرة. الزمالك بمعاناة هجومية يتفوق على الشرقية المسالم بفضل اختراقات إبراهيم، عنوان نرصده في المصري اليوم. اليومية تابعت: حقق الزمالك الفوز بهدفين على الشرقية، فطوال 90 دقيقة كاملة لم يشكل الشرقية خطورة تذكر على مرمى نادي القلعة البيضاء، باستثناء بعض التوغلات خلف
نقطة ضعف التي يعاني منها الزمالك، وهي المساحة خلف الظهيرين، غير أن ذلك لم يمنع أسامة إبراهيم وأحمد رفعت من ترجيح كفة الزمالك ليدخل الأخير مباراة القمة ضد غريمه الأهلي بأريحية. إلى السعودية الآن، حيث تنقل لنا الاقتصادية تصريحا لرئيس اتحاد جدة بالمستندات: سنعيد النقاط. وفي التفاصيل، فيما تراجع فريق الاتحاد للمركز الثالث في ترتيب دوري جميل للمحترفين بعد حسم 3 نقاط من رصيده من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تنفيذا لقرار الفيفا لعدم سداد مستحقات اللاعب الأرجنتيني داميان مانسو البالغة $9000. تمكنت إدارة النادي بحقها، مؤكدة سلامة موقفها القانوني وأنها ستعيدها. ونقلت اليومية عن رئيس النادي أن لديهم المستندات والأوراق الكافية التي تثبت سدادهم لمستحقات مانسو، وتم رفعها للفيفا عن طريق محامي النادي ومحامي اللاعب، مشيرة إلى أنه تم سداد المبلغ بالكامل قبل اكتشاف مبالغ إضافية بلغت $9000، وهي عبارة عن فوائد وأتعاب، وتم دفعها بالكامل. نبقى في السعودية، ويومية الرياضية تخبرنا على لسان الجابر: يكفي تعادلات. اليومية ذكرت ناقش سامي الجابر مدرب فريق الشباب مع لاعبي فريقه أسباب النتائج السلبية في الجولات ال6 الماضية من دوري جميل للمحترفين، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة، مطالبا في الوقت ذاته اللاعبين بالتركيز ومضاعفة الجهد والعودة لطريق الانتصارات من مواجهة الباطن المقبلة لكسر حاجز التعادلات الأخيرة التي حصلت في الجولات الماضية من الدوري السعودي. ونختم بالرأي القطرية التي عنونت: أسباب غير تكتيكية وراء الهزائم الثقيلة. اليومية كتبت: ليس هناك اختلاف على أن متعة كرة القدم تكمن في أهدافها، لكن عندما يهزم فريق ب10 أهداف دون رد فإن ذلك لا علاقة له أبدا بما نتحدث عنه بشأن المتعة والإثارة في هذه اللعبة، بل على العكس فإن ذلك مدعاة للكثير من الإحباط في الجانب الفني. وواصلت اليومية: هذا ما حدث في مباراة الأخوية والشحانية في دوري نجوم قطر، وكذلك السد وأمصلال. وفي الحقيقة فإن ما حدث في هذه المباريات لا يمث إلى المفهوم التكتيكي بأي صلة، وإنما هو شكل من أشكال الانهيار لهذا الفريق أو ذاك.